مواصلة لبرنامجنا السيد تسفاي تخلير رئيس الجالية الأريترية بالرياض فليتفضل. كبرتي فستعميت قدات امباسي إرترا أبنك سنة السعود عرب ويزرو ويني قرص جهير كبور أمخاري امباسي هاجر إرترا أطول دسلاسي قبر مدهن زخبركم تساتفتي على السماءات لومي أوشتن وصان نسماءاتنا بحبار كنذكر كلنا زخر سماءات زخر سماءتنت زخر خبرنا نمملاس تخفلي عبي واقع زخري حابنيو فرق زمن استخايد قالسي أستات عسرت حمشت عمتات كابو سلاماهم بوليتيكاون قالسيو انت خوني بسنكتي جزاءتن تلاختو من استخدتلو قوقيا كايدا نتي حزب إرتراس تمنيو هرتانا صنت زعنقل كوينوس لزي ترخبه حزب إرترا نتي كالا أمرات سينو زمرصو برتاوي قالسي كجمر تقددو اتي وحدات تبقسو حتونا صنت ناي ملوء حزب حتو سلازنبرن ملوء حزبي سلسعبون كا قالسي نناصنت حزباوي قالسي خون غزي وسدن غزاتي حزباوي حتو ملسو ወይ ድማ ምስ ኩሉ ደላይ ናጽነት ክጋጨው ነይርዎም ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ነቲ ካልኣይ ምርጫ ስለ ዝመረጹ ግን ምስ ሙሉእ ህዝቢ ኣውግኣት እዮም ኤርትራዊ ክቕተል ኤርትራዊ ምዃን ጥራይ እኹል እዩ ዝብል እምነት ሒዞም ተበጊሶም ብግብሪ ኸኣ ፈጺሞሞ 1967 ነተን ክፍኣቶም ናብ ጭካኔኦም ጫፍን ዘግሃዳ سبن أصنيتهم زبادم وان كلد عدتات كتماخرن عنام بسيك ديران توسدنا كابو جميرو 3 عامتات زاكل كسابتي ناشحن تشعات ميتين تسعان بكتما باسع بنفرتس تفصمه قبصد تسميه هلقيت تفصيمو دم إرتراوي بزي عرفتي فسيسو اب كتما نبعدن عبي حصان سبعي سبيتي شماغلتات مرحت هيمانوت كوتاس إرتراويان يخونمبر بزي فلالاي حزبي مموت قصعمو سب تسديدو تبتينو اتي زاغيت زي تحاتتلو مصنات زر إرتراو سب جاملاوي هلقيت بقالن بتكبارن اب إرتراويانن إرتراونتن تفصيمو هاتي هايل سلاسي ببدعي إرترا مريتامبر حزبا يدليناني زبلو كان زحق زي زرقاقصلنا 3 عامتات وسد مرير زخرن كانزان زملو تاريخ قعزو قدلي كومو يلوغن اي قصلن قدلي حزبي امون ودب سلازمرحون حزبي سلاسمرن نتوم ابلعلي تتقيسم زلو اب سلاماون ابرو من كلو استقتلو اشحات زيغاثات كي وسخكا لعل سسان حمشتن شح بلوصات مئنتانا تسويهم قال سناد ما بناصنت تدمديمو دحرنا صنت ملا هاجرنا حزبن منغستنتا كبر مسواتي استخفل الله يا سماعات زخنت هاجرون مهناز زبادمت مريتا نملمعن بزلو عقمتاتهم بلمعات يوم توافيرهم اوشت وحدات عمتات كا تأمراتاوي زخنا كل مداوي عبيتن هنصتن سرحات تسلاسيلو حزبي دما سلام قسانتن رخيبو صقاتاتنا صنت تستماغيرو كوينو جن زراغن كلو صريماي ايستن كم زبحال نصوح بوليسنا زي توحطلهم نايمتكل صلاتنا زخنا حيالات هاجراتن زوباويان لوخاتومن مخنوي زي كنا بدو بسابيبهم ورا تخفيت لنا لعل 10 شهر بلوصات ما عندنا مسواء تخفيلنا لولاونتنا ناصنتنا غن ايتدفرن زخبركمن كابز تدقسلنا موت زملتنا ناصنت نمرأي زبقعنا لولاونتنا توحيسو كم هاجرن حزبن كنقصل زخالنا كل عينت مسواتي سلستخفلنايو
ምእንታና ብዙሓት ተሰዊኦም ብዙሓት ሰንኪሎም ኣብ ንባር ስቃይ ይነብሩ ኣለዉ ንእስነቶም ኣብ በረኻ በልዩ ኩል ዕድሎም ንህዝብን ሃገርን ወፍዮም ንርእሶም ዝተርፍ ተረፍ ዘየትረፉውን ብዙሓት እዮም እምበኣር ነቲ ምእንታና ዝወፈይዎ ክንመልስ ዝከኣል እኳ እንተዘይኮነ ከነመስግኖም ነቲ ምእንታኡ መስዋዕቲ ዝኾኑ ባንዴራ ልኡላውነት ሓድነት ህዝቢ ሃገራዊ ረብሓ እሙናት ክንከውን ምዃንናን ኣብዚ ክቡር ዕለት እዚ ቃል ክንኣትወሎም ይግባእ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን መዓልቲ ሰማዕታት ዝተኸፍለልና ዋጋ ሓቢርና ነስተንትነላ ዕለት እያ መዓልቲ ሰማዕታት ኣብ እግሪ እታ ዝተኸልዋ ባንዴራ ፅሊልና ንረብሓ ህዝብን ሃገርን ክንዓዪ ቃል እናኣትወላ ዕለት እያ መዓልቲ ሰማዕታት ምእንታና ዝተሰውኡ ዝሰንከሉ ዝተጋደሉ ኩሉ ዕድሎም ንሃገርን ህዝብን ዝወፈዩ ዘለውን ዝሓለፉን ጀጋኑና እነመስግነላ ዕለት እያ መዓልቲ ሰማዕታት ብሰማዕትነቶም ዝተረኸበ ጸጋ ነፃነት ከነኽብርን ክንሕሉን ቃል እናኣትወላ ዕለት እያ መዓልቲ ሰማዕታት ንዝገደፍዎም ስድራ ሰማዕታት ሓገዝና ክነወፊን ንመበፅዓላ ዕለት እውን እያ ስዋኣትና ግብርና ይደበሶም ኣብ ኩሎም እምነታትና ዘውቲርና ከምንሰምዖ ካብቲ ዝቕበል እቲ ዝህብ እዩ ዝባረኽ እሞ ምእንቲ ክንባረኽ ኣብዚ ቅዱስ ተግባር እዚ ክንሳተፍን ብተግባር ንሰማዕታትና ክንድብስን ያዘኻኽር ክብርን ሞገስነቶም ኩሉ ዓይነት ሰማዕትነት ዝኸፍሉ ዘለውን ዝኸፈሉን ሓይልታት ምክልኻል ሰማዕታትና ንዘለዓለም ይዘከሩ عود نحفاش سعادة القائمة بأعمال السفارة السيدة ويني قرز قهير سعادة المستشار السيد ولد سلاسي قبل مدهن المحترمون والمحترمات مشاركي هذا الحفل في هذا اليوم نحيي ذكرى شهدائنا الأبرار في الداخل والخارج ويشرفني أن أكون بينكم في هذا اليوم الخالد لألقي كلمة الجالية النضال الذي خاضه الشعب الإريتري لنصف قرن من الزمان أكثر من 15 عاماً منه قضاها في نضال سلمي وسياسي من أجل التحرير وبما أن هذا المنهج لم يمكن الشعب الإريتري من تحقيق حلمه في نيل الاستقلال الكامل فقد اضطر إلى اتباع الخيار الآخر وهو بدء الكفاح المسلح الذي بدأه في نيل الاستقلال الكامل فالنضال الذي بدأه ثلة قليلة من الأشخاص سرعان ما أصبح نضالاً شعبياً من أجل الاستقلال لأنه كان المطلب الأساسي للشعب بأكمله ووقع المستعمر بين خيارين اثنين إما أن يغادر إريتريا أو أن يشن حرباً ضد كل الشعب ووقع المستعمر بين خيارين وللأسف اختار المستعمر الخيار الثاني وخاض حرباً ضد شعب بأكمله فمجرد اعتقادهم بأن المرء إريترياً كان كافياً لقتل ذلك الشخص وبرهنوا لنا ذلك فعلياً بتنفيذ القتل الجماعي في الميادين وقد كشفوا عن مدى وحشيتهم بما قدموه في عام 1967 من تدمير قريتين من مدينة كرم عونا وبسقديرة وارتكاب المجازر بحق أهلهما وبلغت وحشيتهم ذروتها في عام 1990 بتنفيذ مجزرة جماعية بقصف جوي في مدينة مصوع أطلق عليها اسم الإبادة الجماعية قبصت حيث ارتكبت فيهم جرائم مروعة قتلوا النساء على أساس الهوية في المدن والقرى أطفالاً وكباراً لقد هجر شعبنا من دياره وارتكبت في إريتريا إبادة جماعية ضد الشعب الإريتري بكل ما تحمله الكلمة من معنى لم يتعرض مرتكبوها إلى المساءلة القانونية حتى يومنا هذا وتؤكد مقولة الإمبراطور هايلي سلاسي الظالم نحن بحاجة إلى أرض إريتريا لا إلى شعبها لقد ختم شعبنا البطل نضالاته المريرة والتي استمرت لمدة 30 عاماً وتحمل فيها الصعاب والمشقة بالحرية والاستقلال
ودفع في سبيل ذلك أكثر من 65 ألف شهيداً عدا الآلاف من المدنيين الأبرياء الذين قتلوا ظلماً. وبعد الاستقلال كرس الشعب الإريتري وحكومته كل طاقاتهم من أجل تنمية وإعادة إعمار وطنهم الذي دمر جراء الحرب، وبدأوا ينعمون بالسلام والاستقرار ويتمتعون بنعيم الحرية. ولكن طرأ شيء لم يكن بالحسبان، فقد تعرض هذا الشعب العظيم لعدوان غاشم مرة أخرى، وتكالب عليه أعداؤه التاريخيين الذين لم تعجبهم سياساته المستقلة، وأشعلوا نار الفتنة بحجة المشاكل الحدودية عبر عملائهم في المنطقة. ومرة أخرى دفعت إريتريا أرتالا من الشهداء من أجل الحفاظ على سيادة الوطن وحماية أمانة الشهداء، وقد بلغ عددهم أكثر من 19 ألف من الشهداء. وهكذا يستمر العطاء والتضحيات من أجل الوطن. السيدات والسادة، إن الأرض التي نعيش فيها ونسائم الحرية التي نتمتع بها وضمان استمرارنا كأمة ما هو إلا ثمرة التضحيات والاستشهاد الذين قدمناه. كثيرون هم من قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن، كثيرون هم من قدموا أجزاء من أعضائهم وتعرضوا لإعاقة دائمة، يعيشون معاناة الألم والأوجاع، كل هذا من أجل الوطن. لذا يجب علينا التمسك بمبادئهم ولنحافظ على وحدة شعبنا ووطننا ونجدد العهد في هذا اليوم المجيد. السيدات والسادة، في هذا اليوم نتذكر الثمن الباهظ الذي قدم من أجل هذا الوطن. في هذا اليوم نجدد العهد تحت ظلال راية الشهداء، ونقدم الوطن ومصالحه العامة فوق كل اعتبار. في يوم الشهيد هو يوم الشكر والعرفان لأبطالنا الذين قاموا بتقديم كل غال ونفيس من أجلنا. في يوم الشهيد نتعهد باحترام والمحافظة على جميع المكتسبات التي وجدناها بفضل استشهادهم. في يوم الشهيد نتحمل فيه مسؤولياتنا تجاه أسر الشهداء وعوائلهم بالدعم والمساعدة. كما هو متبع في قيمنا وأخلاقنا، فاليد العليا خير من اليد السفلى، وعليه أدعو الجميع بمد يد العون والرحمة لإعالة أسر الشهداء ودعمهم والمساهمة في العمل المقدس. المجد والسؤدد لقوات دفاعنا الباسلة التي قدمت كل معاني الفداء. الذكرى الدائمة للشهداء، النصر للجماهير.